سر نجاح البسبوسه اللي انتوا تقلبوها كده ما تتحركش، ما تقعش، ما تتفتفتش. هو ده سر نجاحها؟ طبعا. عادي، ما ممكن تكون لازقه في الصينيه. لا لا، اهي ما هي لو لزق في الصينيه عمرها ما تعمل كده. طبعا. اللي فوق ده هيقع واللي تحت اهي. طبعا البسبوسه دي انا اللي عملتها، وهوريكم احنا عملناها ازاي. في ايه؟ البسبوسه دي انا اللي عملتها، انتوا هتتفرجوا على الفيديو وهتشوفوا مين اللي عملها. هي كانت صامت لان هي في الحلويات لا مش والله قوي. ساعدته، هتشوفوا برضه. هي جابت لي السيحات للسمنه بس لا، بتاعت وقعدت اعمل البسبوسه. لك البسبوسه كده بالعسل. طب يلا بينا نشوف احمد عمل البسبوسه سر ازاي. نجاح البسبوسه هنوريكم الطريقه من غير بيكنج باودر، من غير زبادي، من غير كل الافتكاسات اللي بتتحط دي. يعني البسبوسه اسهل منها مفيش. بس متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناه عالم احمد سمير، وكمان على البيج بتاعت الفيسبوك طبعا لو عالم احمد عجبتكم سمير. الوصفه بتاعتي. بالظبط، يلا بينا يلا نعمل بينا. الوصفه. البسبوسه فنجان من السكر، فنجان نفس الفنجان ميه، وانا كان عندي سيرب من الكنافه او شربات الكنافه احط منه فنجان. هقلب كل ده الاول. وكالعاده برضو في الفيديو دوت انا مش هتكلم، ايوه وهتفرج بس بالظبط. زيكم. بلاش تعملوا بيكنج باودر لان هيقلبها كيكه، فبلاش نحط اضافات ملهاش لازمه، وبلاش نعمل اللي هو بيحطوا ايه تاني اللي هو اسمه ده، قولي معايا، اكيد انا ما بعملهاش فمش عارفة. زبادي. فبرضه اه. لا، يعني هو ما بتعملش كده خالص. هو زيت، هو قصدي ميه، فنجان برضه من سمنه. هي الطريقه دي بتاعت المحلات على فكره، البسبوسه اللي بنشتريها من المحل من بره. بالظبط. احط بقى نص كيلو من السميد، مش هنعجنهم، احنا هنقلبهم بس، بلاش نعجن فيها، عشان لو عجناها هيتحول لدقيق السومينينا ده، هيتحول لعجينة، فخلوا بالكم. حطيت بقيت نص الكيلو السميد. حط بقى ده اختياري، عندكم مش عندكم ما تحطوش. جوز هند، فنجان برضو، وهنقلبهم كويس. ندهن برضو الصينية مقاس 26. لا 26 عاملة فيها كنافة. انت قلت من 28 ل 30 في الكنافه. دي 26. تمام، وهبتدي احطها كده ادهنها زيت. المقاسات دي لعبتي. برافو فيكي، برافو عليك. هبتدي احط بقى ايه، السميد بتاع البسبوسه. شايفين مرمله ازاي؟ مش هنخلي حاجه في الطبق. نفردها. بس نبتدي بقى نفردها بايدينا عشان المعلقه مش هتفردها كويس. نخربشها كده عشان كله قبل ما نفرد، عشان كله تلاقي تحسوا ان هما سوا واحد. اتعلمتي ولا لسه؟ ما بتعلم اهو. في بوله فيها شويه ميه، هاخدها كده يعني ابقى اقلس ايدي بالميه وبعد كده اعمل كده. هنساوي الوش بقى، مش هنخليه فيه اي خربشه او مطبات او اي تعويض. بصوا الوش اتسوى ازاي بالميه. دي هنحطها في الرف اللي في النص، تاخد لون من تحت وتاخد لون من فوق.
ونيجي نسقيها بالشربات بتاعها. هي خلاص كده اتسوت، احطها يلا على طول في الفرن. بس الشربات بتاعها بقى بيبقى اخف شويه من الشربات بتاع الكنافه. اه، شربات البسبوسه بيبقى كوبايتين من السكر، كوبايه من السكر معاهم كوبايتين من الميه، نحطهم على النار، واول ما يغلوا نحط رشه فانيليا ونص ليمونه، بعد كده هندفع عليه ونسيبه يبرد تماما. الله عليا، الله عليا. سوري، البسبوسه كده خدت لون. ابتدي بقى احط الشربات بتاعها اللي هو كوبايه سكر مع كوبايتين من الميه. الشربات سامعني التش؟ بالظبط، الشربات دافي بارد والبسبوسه سخنه. احنا هنحط كده الشربات لحد ما كده كده الشربات لما البسبوسه تاخد كفايتها منه هنبتدي نصفيه الشربات الزياده. نعمل كده. عشان بس تعرفوا ان انا بساعده، انا بقلب اهو البسبوسه وبشرب العسل بتاعها، عشان بس في الاخر ما يقولش انت ما عملتيش حاجه. طالعه زي بتاعه بره بالظبط، السمك بتاعها حلو جدا، متحمره فوق وتحت، مسقيه مظبوط، وشكلها حلو قوي. اهم حاجه خلوا بالكم من الشربات، زي ما قلت لكم الشربات يكون بارد والبسبوسه تكون سخنه طالعه من الفرن. شايفين قطعه البسبوسه حلوه قوي، مش مفروله وما بتتفتتش. نشوفكم على خير في الفيديو القادم، ويا رب الوصفه بتاعتنا تعجبكم واستناكم تجربوها، وتعملوا لنا كالعاده لايك وشير على الفيسبوك. وان شاء الله نشوفكم على خير. رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين.